السلام عليكم. لبواء الأطلس كيفوزوا بلقب شمال إفريقيا من بعد الانتصار المثير على تونس. المنتخب المغربي النسوي أقل من 17 سنة يقدر يفوز بلقب الدوري لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم من بعد ما حقق انتصار مثير على المنتخب التونسي بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 في الماتش اللي جمع بين المنتخبين نهار الأربعاء. من البداية دخلت العناصر الوطنية بعزيمة كبيرة وقدرت فرض أسلوبها فوق أرضية الميدان، وفي الدقيقة 7 تمكنت نادية من تسجيل الهدف الأول قبل ما تزيد نورا الهدف الثاني في الدقيقة 17. لبوءة الأطلس موقفوش هنا ووصلوا الضغط على المرمى المنتخب التونسي حتى قدرت إكرام تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 24، وكانت السيطرة واضحة للمنتخب المغربي. رغم تقدم 3 الأهداف المنتخب التونسي ما استسلمش ورجع بقوة في الماتش، ومستفد من الدعم ديال الجماهير ديالو وقدر يقلص الفريق ورجع المواجهة اللي ولات مفتوحة على جميع الاحتمالات. وفي الوقت اللي كانت فيه المنتخب التونسي كيقلب على العودة ويقلب النتيجة، قدرات يسرى من تسجيل الهدف الرابع للمنتخب المغربي في الدقيقة 82، وكتعطي لبؤات الأطلس الأفضلية والمهمة في الدقيقة الأخرى. لكن أن المنتخب التونسي قدر يسجل 2 أهداف، إضافة أن لبؤات الأطلس حافظوا على التركيز ديالهم والتماسك حتى صافرة النهاية وكيحسموا الماتش بالنتيجة 4-3، وكيفوزوا ببطلات الدوري الاتحاد الشمال افريقيا. هذا الفوز جاء كمكافح على المستوى الكبير اللي كقدموه اللاعبات المغربيه طيله البطوله، وبعد جمعوا المنتخب المغربي 7 نقاط من انتصارين وتعادل، وصل تاكيد تطور كبير اللي كتعرفها كره القدم النسويه في المغرب. وكيشكل هذا الانجاز دفعه معنويه ومهمه للاعبات، وكيأكد بان المستقبل ديال كره القدم النسويه المغربيه واعد، خصوصا مع العمل المتواصل على تكوين جيل جديد قادر يوصل التألق على المستوى القاري والعالمي.